ولكنه على غرار كثير من العناصر التراثية والثقافية للمملكة يواجه كثيرا من محاولات الاستيلاء والسطو الثقافي. هذه المحاولات تمثلت في إدراج صورة وشريط فيديو لقفطان النطع المغربي الفاسي في ملف يتعلق بالزي الجزائري مقدم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. محاولة سطو قوبلت باحتجاج رسمي من الوفد المغربي لدى اليونسكو بمناسبة الدورة 19 للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي المنعقدة بعاصمة الباراغواي أسونسيون. L'utilisation de la documentation d'appui. استعمال الوثائق الداعمة بما في ذلك الصور وأشرطة الفيديو ينبغي أن يحترم الملكية الفكرية للتراث الثقافي غير المادي. المملكة المغربية تظل ملتزمة باحترام السيادة الثقافية وحماية التراث المادي واللامادي للبلدان. الاعتراض المغربي على محاولة السطو الجزائرية تم اعتماده من طرف اليونسكو في سابقة في تاريخ المنظمة الدولية، وتم سحب صورة القفطان المغربي من الملف الجزائري بعدما تقدم الوفد المغربي بدلائل ملموسة